هختار غلطة انك تفسري هدوءك على انه ضعف، او تصدقي لما حد يقنعك بكده. الهدوء هو قدرة على التحكم مش عجز. الشخص الهادي مش بالضرورة مش عارف يرد او يتكلم، اوقات كتير بيكون عارف يرد ويتكلم، لكنه اختار ما يستهلكش طاقته في كل موقف. مثلا واحدة زميلتها استفزتها قدام الناس، بدل ما تدخل في خناقة قالت نتكلم بعدين لو في حاجة تستحق، ومشيت. ناس كتير شافتها سكتت، لكنها كانت بتحمي موقفها ونفسها. الهدوء مش معناه انك بتوافقي على الغلط، ممكن تكوني هادية وفي نفس الوقت حاطة حدود واضحة. مثلا حد اتكلم معاكي بأسلوب مش مناسب، رديتي بهدوء أنا هكمل الحوار لما يكون في احترام، وأنهيتي الحوار. القوة الحقيقية مش بارتفاع الصوت، اللي واثق من نفسه مش محتاج يعلي صوته، ولا محتاج يثبت نفسه بالصوت العالي. مثلا في اجتماع أو وسط العيلة، شخص صوته عالي وبيتخانق، وشخص تاني بيتكلم بهدوء. غالبا في النهاية الناس بتثق أكتر في اللي صوته هادي وكلامه متزن. افتكري، الهدوء مش ضعف، الهدوء يبقى ضعف لما يكون خوف من التعبير عن نفسك، لكن لما يكون اختيار واعي فهو من أقوى صور القوة. ازاي تقولي لأ من غير إحساس بالذنب؟ احنا كتير اتربينا ان كلمة لأ معناها أنانية أو قلة ذوق، أو اننا بنزعل اللي قدامنا، فبقينا نقول حتى واحنا من جوانا مش قادرين. بس الحقيقة ان كل مرة بتقولي فيها لحاجة انتي مش عايزاها، غالبا بتقولي فيها لأ لنفسك. الحدود مش معناها اني مش بحبك او اني شخص صعب، الحدود معناها اني بحترم نفسي وبحترمك، ومش بوعد بحاجة انا مش هقدر اعملها. مثلا تخيلي واحدة كل ما حد يطلب منها حاجة توافق، وهي تعبانة او مشغولة او حتى مش حابة، وبعد فترة تلاقي نفسها مرهقة ومضغوطة، وحتى يمكن تزعل من الناس، مع ان الناس اصلا ما كانتش تعرف ان هي موافقة وهي مش مقتنعة. الذنب اللي بتحسي بيه اول ما تقولي لا مش دليل انك غلط، ممكن يكون دليل، اوقات كتير بيكون دليل انك بتتعلمي حاجة جديدة ما تعودتيش انك تعمليها. اي عادة جديدة في البداية بتكون غير مريحة، حتى الحدود الصحية كمان كده. مثلا صاحبتك طلبت منك تنزلي معاها النهاردة وانتي محتاجة ترتاحي، بدل ما تنزلي وانتي متضايقة ممكن بكل احترام تقولي ان شاء الله نتقابل يوم تاني، لكن مش هقدر النهاردة. وبكده انتي ما جرحتيهاش وفي نفس الوقت ما جرحتيش نفسك. افتكري دايما الناس اللي بتحبك بصدق ممكن تزعل من كلمة لأ احيانا، لكن هتحترم حدودك. اما اللي عايزك تقولي طول الوقت فهو غالبا متعود على تنازلاتك مش على احترامك لنفسك. في ناس كتير اول ما تبدأ تهتم بنفسها تحس انها انانية، ولو فكرت تاخد وقت لراحتها او ترفض حاجة بتتعبها يجيلها صوت جواها يقولها انتي بدأتي تفكري في نفسك وبس، او انتي بقيتي بتفكري في نفسك وبس. بس الحقيقة ان حب الذات والأنانية مش حاجة واحدة. الإسلام أصلا علمنا التوازن، لا ان الإنسان يهمل نفسه ولا ان الإنسان يعيش لنفسه فقط. ربنا سبحانه وتعالى قال لا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. الآية جميلة جدا لأنها بتعلمنا التوازن، ما تنساش نصيبك وبعدها أحسن لغيرك، يعني تهتم بنفسك من غير أنانية وأعطي الناس لكن من غير ما تلغي نفسك. حب الذات معناه اني اشوف احتياجاتي زي ما بشوف احتياجات غيري، يعني نفسي لها حق زي ما غيري له حق.
حب الذات مش معناه ان الدنيا كلها تدور حواليا، ولا معناه ان حقي اهم من حق اي حد. عشان كده ربنا قال ولا تبخسوا الناس اشياءهم، يعني وانت بتحافظ على حقك ما تنتقصش من حق غيرك. وده الفرق بين حب الذات والأنانية. الأنانية بتقول أنا وبس، أما حب الذات بيقول أنا ليا حق وغيري كمان له حق. الإنسان اللي بيحب نفسه بشكل صحي مش محتاج يقلل من حد عشان يحس بقيمته، ولا ياخد حق غيره علشان يثبت وجوده، لأنه احترامك لنفسك عمره ما يتعارض مع احترامك للناس. وفي نقطة مهمة جدا، ناس كتير بتفتكر انها كسبت لما حد يقدرها، لكن الحقيقة انك كسبت من اول لحظة اخترت فيها تحترم نفسك. حتى لو حد ما قدركيش انت ما خسرتيش، لان قيمتك ما كانتش معلقة برأيه. بالعكس، يمكن هو اللي خسر انه يعرف انسانة تعرف قيمتها وتحترم نفسها وتحترم غيرها. اما انتي فانتي كسبتي نفسك وكسبتي سلامك وكسبتي انك ما تنزلتيش عشان تاخدي قبول من حد، ودي من اكبر صور حب الذات. في النهاية حب الذات مش انك تبقى اهم من الناس، ومش ان الناس تبقى اهم منك وتنسي نفسك. الاتزان الحقيقي انك تعرف قيمة نفسك وتحترم قيمة غيرك. ولو خرجت من الفيديو ده بفكرة واحدة، خليها زي ما غيرك ليه حق انت كمان ليك حق، وزي ما غيرك يستحق الاحترام انت كمان تستحق. وحابة اقول ابدأ بنفسك لكن لا تنسى غيرك، لأن الوعي الحقيقي يصنع إنسانا عادلا، وربنا أمرنا بالعدل وليس إنسانا أنانيا.